ايه الفرق ما بين الاحواض القريبه لوصل الدهشور والاحواض القريبه للدائري الاوسطي؟ وهل فرق السعر يستاهل اني اخد جنب وصل الدهشور؟ تعالوا اشرح له. طيب دلوقتي عشان نجاوب على السؤال ده لازم نبص على خريطه الحزام الاخضر كامله. هي 12000 فدان، نصها اقرب للشيخ زايد ونصها اقرب لمدينه 6 اكتوبر وتعتبر جزء من اكتوبر الجديده. طيب الجزء اللي قريب من الشيخ زايد مميزاته ان هو من اول يوم قريب للعمار، وكمان جنبينا مطورين واسامي كبيره في نيو زايد، فهو بصراحه لوكيشن مميز جدا، بس سعره غالي شويه بالمقارنه بالجزء بتاع 6 اكتوبر. طيب لو هنبص بقى على الجزء بتاع الدائري الاوسطي، انا شايفه ان الدائري الاوسطي من اهم المحاور، وانه ليه مستقبل حلو جدا لما المنطقه دي تعمر. ليه؟ لان هو بيوصل من طريق الواحات، بيوصل بالضبعه، بيوصل بالعاصمه والتجمع وسمارت فيليج و6 اكتوبر، فهو محور مهم جدا والمستقبل جاي عليه. فلو احنا بندور على استثمار، طبعا الحاجات اللي جنب الدائري الاوسطي مميزه جدا وسعرها هيطلع كتير في المستقبل. احنا شركتنا بتوفر لكم مشاريع في حاجات قريبه من دهشور وكمان حاجات قريبه من الدائري الاوسطي. كلمونا ونتناقش مع بعض ايه انسب لوكيشن لاحتياجاتكم انتوا.